اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا، الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي لاعب الترجي هو اللي بيستخدم اليد في وش لاعبي النادي الاهلي. طبعا قرار غريب جدا من الحكم ان هنا ما فيش اي التحام من لاعب الاهلي مع لاعبي الترجي، بالعكس لاعب الترجي هو اللي بيستخدم اليد، لكن الحكم حسب فاول على لاعبي الاهلي. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا كان الترجي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هنا، هتلاقي الكره جايه في رجل لعيب الاهلي وبعد كده ردت على الصدر، وطبعا هنا ما فيش اي لمسه يد. قرار الحكم ان ما فيش ضربه جزاء، قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض، هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الترجي مع لعيب النادي الاهلي، وفي استخدام برضو باليد. هنا يعني استخدام اليد بالطريقه ديت كان لازم الحكم يديله انذار، اليد في وش لعيب النادي الاهلي، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا برضو استخدام باليد من لاعبي النادي الاهلي مع لاعبي الترجي، وبرضو هنقول طالما في استخدام باليد يبقى لازم يبقى معاه انذار، لكن هنا برضو الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم، لكن هنا برضو مفيش لعب على الكوره. يعني بص، الكوره بعيد تماما عن لاعب الترجي وما عندوش اي فرصه يلعب. طالما في تعمد لازم يبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب النادي الاهلي على لعيب الترجي، وهنا الحكم حسب فاول وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا برضو قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الترجي على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب فاول واداله انذار، طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا كان لاعب الترجي بيطلب بفاول. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي لعيب الاهلي وصل للكره الاول ولعبها، وبعد كده هو خلاص، يعني طالما انت لعبت الكوره اي حاجه بتحصل بعديها بيبقى تكامل للعبه، فطبعا هنا مفيش فاول وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي مهمه جدا. هنا هتلاقي لاعب الترجي بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وفي دفعه اهي يعني واضحه جدا. تخيل الدفعه دي الحكم ما حسبش فيها اي حاجه. نروح للحلقه اللي بعديها، وهو الهدف الثالث للنادي الاهلي. هل الهدف ده فيه تسلل ولا لا؟ نشوف مع بعض عشان بس ايه هنوضحها، حاجه مهمه جدا. هنا لحظه لعب الكوره، اول حاجه اللاعب اللي انا معلم عليه مغطي لعيب النادي الاهلي. طب لو اللاعب ده بقى اصلا مش موجود برده مفيش تسلل. ليه؟ لان هنا لعيب النادي الاهلي الكوره نفسها مسابقه اللاعب اللي هيسجل هدف، فطالما الكوره مسابقه اللاعب اللي هيسجل الهدف خلاص بيبقى هنا التسلل بيتاخد على الكوره. فهنا طبعا الكوره مسابقه ولعيب كمان الترجي مغطي التسلل، طبعا هنا الهدف سليم وما فيهوش اي حاجه. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب الترجي على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب فاول واداله انذار، طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، وبرده هنا تدخل بقوه من لاعب الترجي على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب الفاول واداله انذار، برده هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي مهمه جدا. هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب الترجي على قدم لعيب النادي الاهلي، هنا في تعمد. طبعا كلنا عارفين ان التعمد بانذار، بس هل هنا بقى الحكم اداله انذار ولا لا؟ ده سؤال هسيبه لك، لو جاوبت عليه صح تكسب معانا كارت شحن.